السلام عليكم، جيتكم بجديد في القضية ديال سارة الوجدية الله يرحمها. وكما شفنا كاملين الفيديو المسرب اللي انتشر كيف ما النار في الهشيم. يعني شفنا هاد الفيديو اللي كتقوم الزوجة بالاعتراف بالخيانة الخيانة وكنشوفوا الزوج بأنه كيقول لها هضري هضري. يعني هاد الفيديو كان دايرو لأنه كان ناوي أنه يصفيها للزوجة ديالو، وكان بغى ياخد هاد الفيديو باش يبرر بيه ديك الجريمة، ولكن لا مبرر لهاد الجريمة نهائيا، لأن القتل ما عنده حتى شي مبرر نهائيا. كما قلت لكم ما عندوش مبرر نهائيا. واكيد هاد البنت كما كان واضح في هذاك الفيديو بانها كانت تحت التهديد، باين واضح بانها كانت كتهضر وهي خايفة، وكان كيهددها كما شفنا بانه كيتعاطى المخدرات. الجسم ديالو كله واشمو بان السيد معروف لانه ما كيخافش. شنقول لكم، لا حول ولا قوة الا بالله. المهم كيفاش هاد الزوج اللي قام بهاد الجريمة وشكون كان السبب، انا نقول لكم دابا. وما تنساوش انكم ديروا لي واحد قليب، واللي ما دايرش ليا متابعه يدير ليا متابعه، وديروا لي واحد تعليق. يعني يكون تعليق كيف ما بغى يكون، ولا حتى انتقاداتكم مرحبا بها. وديروا لي حركه الاكسبلور كيفاش هاد الزوج اللي غادي يقوم بهاد الجريمه وشكون السبب. السبب هو الاخت ديالو. هاد الاخت ديالو لوستها، ولكن كانت الصديقه ديالها قبل ما تزوج. ما تزوج بالاخ ديالها، كانوا هما صحابات. هاد الاخت ديالو هي السبب باش تزوجات بالاخ ديالها، لانها هي اللي عرفتها عليه وتعرفوا وتزوجوا. المهم هاد سارة اللي يتيمة الأب ويتيمة الأم، وكانت كتشتغل في واحد المحل اللي بيع الملابس، كانت كتلبس هادوك الحوايج كما شفنا في الصفحة ديالها. وكانت واحد البنت بشوشة وكتضحك وكتلعب، ولكن الأقدار هي اللي كتحكم. كما قلت لكم الاخت هي السبب، هي اللي قالت للاخ ديالها بان راه مراتك راها كتخونك. وكاين سبب اخر، حتى الاصدقاء ديالو يعني كانوا كيقولوا له بان مراتك كتخونك. والسيد بحكم انه كيتعاطى المخدرات، يعني ما فكرش، ما خدمش عقله نهائيا. والله اعلم هاد الشيء كيقولوه، ولكن كنبقاو نقولوا الله اعلم. الله اعلم الله اعلم. يعني وكما كنقول دائما وابدا ما كاينش سبب وما كاينش مبرر لهذه الجريمه ديال القتل. اكيد كاينه حلول اخرى، ولكن للاسف يعني الانسان ملي كيكون كيتعاطى المخدرات وكيكون هكا، يعني ما كيفكرش بعقلانيه، ما كيفكر غير بالاندفاع. كاين دافع. واش نقول لكم، مسكينه، نهار فوقاش نهار الجمعه اللي كان هو كيتناقش هو وياها، لدرجه ان الجيران سمعوا، يعني سمعوا الصداع وسمعوا هذاك النقاش اللي بيناتهم. هو طلع عليهم وقال لهم لا ما كاين والو. هي هذيك يعني مسكينه. يعني ما باش نقول التفاصيل، لان انا براسي كنتاثر بهذا الشيء. يعني صفاها ليها مسكينه، رغم انها دارت براسها سخفانه باش ما يقتلهاش، ولكن للاسف قتلها وطعنها. يعني طعنات اللي كانت مميته، ما قدرتش انها تبقى على قيد الحياه للاسف. ومن بعد اتصل بالعائلة ديالها وقالها ليهم، ومشى هو والصديق ديالو في شي موطور وهرب. وكيقولوا بأنه شدوه، ولكن ما عنديش شي خبر مؤكد بأنه شدوه. أنا لحد الآن ما متأكداش. واش نقول لكم، يعني هاد القضيه اللي اثرت فيا بزاف، والله يرحم ساره والله يوسع عليها. ويعني هاد القضيه تكون كعبره، اكيد البنات ستاخذوها عبره.
وتكونوا دائمًا يعني تفكّروا بعقلانية، ودائمًا وأبدًا كنقول لكم أن قرار الزواج راه ماشي شي قرار صعيب اللي خاصو يتخاد بعقلانية. والمهم شكرًا ليكم ومع السلامة.